عندك شي اضافه بخصوص ما تحدث عن السي هشام؟ لا، هو انا بحال بطبيعه الحال الاستاذ هشام من الموقع ديالو كحزب في المعارضه، ولكن حيهم على هذا النوع من التحليل. كيبقى تحليل واحد التحليل شخصي او لا ديال الفريق ديالهم. بطبيعه الحال حنا ما يمكن نقولوا الا ان التحليل كيبقى ديالو. انا بحال اللي قلت في الاول، في الحقيقه الارقام هما المؤشرات الحقيقيه. انا ملي كنشبر وكنقول في 3 سنين هذه او لا حتى 31 شهر 7 كاين 18000 مغربي خدا الدعم المباشر ديال السكن باش يقدر يكون ويدير دار في مستوى عالي، باش يكون مع العائله ديالو في ظروف متميزه كتضمن واحد الحقوق ديال العيش الكريم. ملي كنشبروا كنقولوا وصلنا لان الاجور ديال الموظفين ارتفعت مع العلم سنوات وسنوات ديال الحكومات السابقه وما دارش هذا الشيء هذا. ملي كنشبروا كنهضروا على الدعم المباشر. مجموعه ديال دول العالم الحقيقه المواطنين اللي كيكون اقل دخلا كيتعطاو هذاك الدعم المباشر، وحنا دابا اليوم واصلين ل 3.8 مليون ديال العائلات المغربيه اللي كياخذوها. ملي كنشبروا كنهضروا مثلا على الفك ديال العزله مثلا بالارقام. حنا مثلا في 2016 كانت فقط هذوك كانت كاينه فقط واحد 800 جماعه اللي عندهم طرق ديال الولوجيه من فئه 5 و6. اليوم واصلين 1040 في النهايه ديال 2023. يعني نشبروا مثلا نهضروا على توسيع ديال شبكه تزويد الماء الصالح للشرب والكهرباء. كنا مثلا في 2017 تقريبا واحد 791. اليوم وصلنا تقريبا واحد 919 جماعه كاملين بهم عندهم هاد التزويد بالشبكه ديال الماء والكهرباء. نمشيو نهضروا مثلا على القطاع ديال التعليم في العالم القروي. كاين تقريبا واحد 2800 حتى 3000 عمليه ديال التشييد، اعاده البناء والتوسعه والتهيئ ديال البنيه التحتيه قطاع التعليم. ملي مثلا غنمشيو نهضروا حقيقه مجموعه ديال الاشياء في المجال الصحي. هضرنا مثلا ممكن نهضروا حتى على الموضوع ديال الصحه في العالم القروي. هاد السنين تم الايجاد ديال واحد 790 او اعاده البناء او الصيانه او التاهيل ديال مجموعه ديال المراكز الصحيه في العالم القروي. ولكن الاشكاليه الحقيقيه في هذا الموضوع ديال الصحه هي النقص الكبير ديال الاطر الصحيه. واش 3 سنين يمكننا نجيبوا ممرضين واطباء وندخلوهم للنظام العمومي ويوفيو علاش راجع هذا النقص سي ايمن؟ فهمتيني زعما اللي كنبغي نقول ما خصناش نكونوا في حقيقه متشائمين ولا نقولوا بان كل شيء كحل، وفي نفس الوقت ما نقولوش بان كل شيء مزيان. حنا كنقولوا كاينين ايجابيات، وكنتمنوا ان لا المعارضه تزيد حتى هي تعطي مجموعه ديال الاقتراحات اللي تمشي في السياق ديال كيفيه تنزيل اجود من هذا الورش اللي المغاربه كاملين بهم حقيقه يستفدوا منه. ولا مثلا حتى حنا في الحكومه ولا في الاغلبيه نتداولوا ما بيناتنا كيفاش ممكن هذه الاقتراحات ونجيبوا اقتراحات اخرين. انا كنبقى دائما عندي واحد النوع ديال التصور ناخذوا من كل واحد افضل الاشياء وافضل المقترحات باش نزيدوا لقدام البلاد ديالنا. يعني ماشي كل شيء كحل وماشي كل شيء 100% بيان. نعم سي ايمن، نبقى معك باش نفتحوا هذا المحور ديال الفلاحه والمياه كذلك. ف يعني عندنا واحد الظرفيه مناخيه اللي هي استثنائيه، كانت كتجي قبل سنه جافه ولكن من بعد كتجي سنه عاديه ولا سنه فيها انتاج وفير. الان 6 سنوات يعني متتاليه، اكيد الاثر غادي يكون كبير على الفلاح ولا على الارض. يعني المخزون ديال المياه كذلك في تناقص. كاين رهان كبير
على البرنامج الوطني للماء، على تحلية ومعالجة المياه، كذلك على كاين رهان أيضا على التفاعل والتجاوب ديال المواطنين مع الإرشادات ديال تدبير الاستهلاك. يعني هاد معادلة شوية صعيبة، ولكن خاص جهود أن تتكاتف خاصة في هذا القطاع سي أيمن. معارضة أغلبية ما تيهمش في هذه الحالة هذه، لأن قضية الماء قضية مصيرية، وأعتقد أنها يعني هذا مؤكد أن ملفات مهمة جدا خلال هذا الدخول سي أيمن. بكل تأكيد، ونقدر نقولوا بأن حتى خطاب صاحب الجلالة كان هذا السياق، وكنعتقد بأن من بين الرهانات الكبرى اللي غتكون على الحكومة أنها تاخذها بواحد السرعة أكبر هي الموضوع ديال الأمن المائي في بلادنا. ولا بد نقولوا بأنه من 2023 ولا بدات في الحقيقة مجموعة ديال المشاريع. مثلا نهضروا على العرض ديال السدود. حاليا كاين واحد 153 سد كبير بواحد السعه تقديريه ديال تقريبا 21 مليار متر مكعب، اضافه لواحد 141 سد صغير. هادو كاملين بهم كيمكنوا انه يتم التوفير ديال المياه الشرب والمياه الصناعيه والسياحيه، وكذلك الضمان ديال واحد الوتيره جيده للري في المجال الفلاحي. طبيعة الحال نهضروا على المشروع الكبير اللي هو ربط ما بين الأنظمة المائية، مثلا ما بين محافظة سبو وأبي رقراق، واحد الطبيب كبير باش يمكن أن المنطقة الساحلية ديال الرباط، الدار البيضاء، مراكش الكبرى يبقى واحد التأمين ديال تزويد الماء الشرب. وفي نفس الوقت نخليو المناطق التقوية ديال بكالة وسهل برشيد ومناطق نيموسا فهي كتستافد من الامكانيات الفلاحيه ديالها. ولا بد نهضروا بحال اللي قلتي دابا عاد على الترشيد ديال المياه ما بين الساكنه، وان المغاربه يعرفوا باننا في واحد الوضعيه جد صعبه في هذا الموضوع هذا. والتكاتف ديال الجهود هي اللي ممكن تخلينا ان حنايا بحال اللي تغلبنا والعالم كامل قال ان المغرب قدر بتكاتف الجهود ديالو يمر من الازمه ديال كورونا. نتمنوا ان الموضوع ديال القله ديال المياه حتى الثقافه الشعبيه والتضامن ما بين المغاربه يمشي في هذا السياق. نهضروا مثلا حتى على التحليه ديال مياه البحر، واللي مثلا الحكومه عدلت واحد المجموعه ديال طلب العروض مثلا في الجهه الشرقيه، في الدار البيضاء، في طنجه، باش نقدروا حتى هي نستغلوها. نهضروا كذلك على السدود التنميه الصغيره اللي حتى هي الحكومه ملي بدات 2021 وهي عندها تقريبا واحد 129 مشروع ديال سهول تنميه وصغيره باش هذوك الامطار على قلتها نقدروا ان احنا نخزنوها. ولكن في نفس الوقت ولا بد نهضروا على انه في المغرب ديال 2024 وسياق 2026 و2030 ولا بد الساكنه ديال العالم القروي يوصل الماء الشرب بواحد الكرامه وبواحد الانسانيه. وعليها كنعتقد بان الحقيقه هذا الموضوع ديال المياه والامن المائي الحقيقه عاود كيجيبنا حتى الامن الطاقي، خصوصا وان كما كنعرفوا يمكن نستغلوا هذيك القوه او الديناميه ديال السدود في انتاج الكهرباء، واللي هو مثلا واحد الطاقه كنحتاجوها بزاف لا في التصنيع ولا في السياحه ولا في الحياه العاديه ديال المواطنين. هذا السياق هذا نعاود ولا بد نذكروا بان المغرب حاليا والحمد لله مشينا في السياقات ديال الهيدروجين الاخضر، مشينا في السياقات ديال بدايه ديال التنقيب على مجموعه ديال الحقول. مثلا في العرايش حاليا وصلنا للحقل الثالث اللي كاين فيه واحد النوع ديال التنقيب. نهضروا على مازن اللي مثلا الطاقه الشمسيه بدينا كنقدروا نكونوا من الدول الرائده في العالم في التصنيع ديال الطاقه النقيه، وما نبقاوش دائما كان عرضه للارتفاعات
انخفاضات ديال الاثمنه ديال النفط وديال الغاز في السوق العالميه. اعتقد ان هذه واحد المجموعه ديال الامور مرتبطه ببعضياتها، اللي هي ضمان ديال الامن المائي والطاقي، وكذلك الامن الغذائي ديال المغاربه، وفي نفس الوقت الوصول لواحد النوع ديال الكرامه. هذو كاملين بهم في الحقيقه هو المشروع الحقيقي ديال هاد الحكومه. والحمد لله ماشي في السياق ديال ان حتى التنظيم لا ديال الكان ولا ديال المونديال يتمنى انه يكون واحد الدافعه للتطور ديال المجتمع المغربي، ونزيدوا بسرعه اكبر في السياق ديال التقدم والتطور والرفع بالكرامه ديال الانسان المغربي. نعم. سي هشام علام،